السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، دمتم بألف خير. قصتنا اليوم قصة حقيقية تحكيها فتاة تعيش هي وأخوها، وقد توفى أبوهم، وأخوها ثري جدا وهي فقيرة. وجاء شخص يلوم أخوها الغني ويقول له: أختك فقيرة، ساعدها ولامه، وأنت غني والله منعم عليك بهذا النعم، ليش قد الله نعم عليك ما تعطي أختك؟ قال: أنا دائما أعطي أختي عطاء سبحان الله ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أختي هكذا حظها دائما ضعيف مرة، لا يقد معها أي شيء ولا شيء معها. أهديتها ذهبات، أهديتها فلوس، أهديها واصل كل شيء، بس دائما بضيع أي شيء أهديها. أعطيت غير الذهب، أعطيت 100 رأس غنم، والذي قالت مات والذي ضيعته، وحظها مدري ايش دبور دائما. قال: معقولة كذا؟ وجزعه صديقه وراح راجم بيت أخته، فرقم لها فلوس تقريبا 100,000، وراح رقم ليلة الحوش. فيعني يعني أعطاها جنبه وعرف إنه يعطي أخته دائما، فاستغرب ليش حظ أخته كده صديقه، فكان لا يقصر معها بأي شيء، كان طيب معها. وهذه المخاوة الحقيقية. وليصلكم كل جديد اضغط لايك والاشتراك بالقناة.